مساء الخير للجميع. شيخنا الشيخ ابو حسن موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفه الدرزيه، المشايخ الافاضل، القاضي ابو راجي، عماد ابو ريش، رؤساء المجالس، يركا ابو سنان، كل انسان موجود معنا. الوضع صعب، وانا قلتها وبقولها وبرجع بقولها. احنا كابناء الطائفه الدرزيه كل واحد فينا لازم يفكر. انا دائما كنت اقول تقطع ايدي هاي قبل ما مد على درزي. انا ما بعرفش الدرزي اللي انا بدي مد ايدي عليه او هو بده يمد ايده علي. كان اخوي، كان ابوي، كان ابني. احنا طائفه وحده، فيش عيلة فلان وعيلة فلان، في درزي موحد يركب بلد الكرم، بلد المحبة اللي بتعلم الشرق الأوسط مش بس دولة إسرائيل كيف تستقبل الضيف، كيف تستقبل الآخر، بلد المشايخ. يصيبنا هذا الوضع، وانا بقولها بشكل واضح. ام كيف بتعرف تنام لما ابنها بينام للساعه 11 و12 و1 الظهر وراكب سياره ب 400,000 شيكل وبرجع للساعه 4 الصبح؟ الابو ما بيسالوش بالوين هاي؟ خلينا نطلع ببعض ونسال بعض كمان. الولد عم بيطلع ما حداش عم يسأل وين كنت، بيسألوه قد ايه معك. إذا في حدا منا متأمن من الشرطة إنها تحل المشكلة أنا بقول كلها. إذا أنتم متأمنين إنه الحكومة هاي تحل المشكلة أنا بقول كلها. أنا الحكومة ما بدهاش مصلحة الطائفة. إحنا مش نحكي سياسة. لا لو سمحت. أنا عم بقول لكم أكثر 45 قتيل من بداية السنة. 45 قتيل من بداية السنة. 252 قتيل. تعرفوا كم قتيل؟ عرفوا مين قتلوا في الوسط العربي؟ صفر. لو معنيين كانوا بيعرفوا كل واحد. بيعرفوا كل واحد. عشان هيك انا بقول لكم ليش عنا ممنوع واحد فيكم هون اللي قاعدين المشايخ كلها يروح على البيت لما يكون صلح في يرجع. احنا شو جايين نحكي؟ انا مش جاي احكي. لو بدي اجي احكي بقعد وبضل مروح. انا عم بقول لكم ولا واحد لازم يروح على بيته بلا ما يكون صلح في يرجع. ممنوع يكون فيها قتل. ممنوع يكون في اي بلد قتل. ولا باي بلد لازم يكون قتل. نجبر على الصلح. لا خلينا نحكي. احنا جايين وقتها كمان تسمع مش بس نسمع. احكي طيب انا لو عندي كمان حرقة قلب ايوه عشان تعرف فكر كل واحد قاعد هون عنده حق. كل واحد قلبه على بلده. كل واحد هون قلبه على بلده وقلبه على الطائفة.